ما اقدرش امتع الناس. بتديك باور او تديك طاقه ايجابيه، ببقى مبسوط طبعا، بشتغل احسن. بتشتغل اكيد طبعا. لما بتكون في احلى اوقاتك للسعاده معاها، ممكن تغني لها تقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ ماشي. هو طبعا ام كلثوم احلى حاجه. يا سيدي. او الحاجات اللي احنا كنا مثلا حتى بتفضل انك انت تسمعها ام كلثوم من خلال سيديات او شرايط، ولا تسمع منك انت؟ ما بتحبش تسمع الاغاني؟ لا يعني انا غالبا ممكن ابقى قاعد على الكمبيوتر شغال مثلا ولا حاجه، بتبقى في الصاله بتعمل شغل البيت بقى يعني. نادر لو دخلت مثلا. لكن انت ما بتحبش تسمعها دايما الجديد بتاعك؟ لا انا تاخد رايها في شغلك. لا ما بتحبش، ممكن ما تقوليش مثلا بتعمل ايه ولا بتاع يعني هي حاطه عاتق على نفسها ان هي تهتم بالاولاد والبيت وبس يعني غالبا. ما بتشاركش حضرتك في لا ده شغل انا بقى ممكن بعمله لوحدي مثلا. تمام. انتوا اتعودتوا على كده، ده نظام يعني. هي الحياه بقت كده، ده نظام. في بيت بيبقى كده وفي بيت بيبقى دايما مشاركه وجدانيه في كل حاجه وفي كل خطوات. لكن وقت ما كنا مثلا واحد خاطب ولا بتاع، انا كنت خاطب مثلا بعدها بشارعين، فلما يجي فرح في الشارع اللي هم فيه مثلا كان الواحد بقى مبسوط اللي ممكن يغني وممكن يوقف في البلكونه زي الشغل بتاع محرم فؤاد كده في الفيلم. ساكن قدامي وبحبه بقى الحاجات دي يعني. الشباك والحاجات اللي مثلا ممكن ايه مثلا رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه. ترارارا رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه. لا 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 اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، واللي ابتدى بنورك صباح، وانت انت عمري. الله عليك. الله. طب لما بتكون بقى حضرتك انت اساسا استاذ ايمن عربي، انت مطرب، انا بعتبرك مطرب شعبي، يعني الشعبي ده اصل درجات دلوقتي، في شعبي منحدر وفي شعبي عالي مقامه عالي زي ما علمنا الاستاذ عدوية يعني مؤسس الشعبي. نقدر نقول انت لما بتكون بقى يعني متعكنن منها ولا مبسوط منها بتغني لها ايه شعبي؟ متعكنن ممكن بقى انت مش هتفضل على طول يعني، انت بتقول ساعات ببقى مخنوق منها. لا بس عادي مش حاجه ما بتغني لهاش حاجه كده تقدر ترميها لها كده بطريقه غير مباشره؟ لا ما فيش حاجه في دماغي دلوقتي يعني. طب انت من الاغاني اللي كانت معلقه معاك في اول انت عايز اروح البيت اطير بعد ما تسمع البرنامج بقى، من اول الاغاني اللي انت ما ارتبطت بيها يعني عاطفيا، كان ايه الاغنيه اللي دايما بتغنيها؟ انا يعني في فرح ما كنا في الدخله كنت مغنيها الحبايب بتاع جورج وسوف. الحبايب. عايزين نسمع جزء صغير كده. الحبايب على المحبة عودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. الحبايب على المحبة عودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. كل ما قربنا منهم يبعدونا، كل ما بعدنا عنهم يلحقونا. من جفاهم لا 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 أو رضاهم لا لا لا، من جفاهم لا 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 من رضاهم لا لا لا. حيرونا وصارونا الحبايب. الله الله. أستاذ أحمد كمال، الحبايب بيقربوا وبيبعدوا، لكن في أساسيات كده